هو انت على راسك ريشة؟ ايه موضوع الريشة دي اللي بتخلينا كلنا مميزين؟ هو الحقيقة الموضوع فيه 3 حكايات، او تقدر تقول كده 3 ريشات. الريشة الاولى من ايام المصريين القدماء، كان اسمها ريشة الالهة ماعد، الهة الحق والعدل والنظام في الكون، وهتلاقيها مرسومة على جدران المعابد على شكل واحدة ست على راسها ريشة نعام. وطبعا كلمتها كانت بتمشي على كل الشعب. والمصري القديم كان عنده اعتقاد ان هو لما يموت قلبه هيتحط في كفة ميزان، والكفة اللي قصاده هيكون فيها ريشة ماعد. فلو قلبه كان أخف من الريشة ده معناه إن أعماله كانت صالحة، فكده هيعيش الحياة الأبدية. أما بقى لو كان قلبه أتقل من الريشة فده معناه إن أعماله ما كانتش كويسة خالص وهياخد جزاؤه. الريشة التانية بقى هي ريشة الملوك والأمراء اللي كانوا بيحطوها في التاج بتاعهم علشان يبقوا مميزين عن باقي الشعب. الريشة التالتة والأخيرة كانت وقت سيدنا سليمان عليه السلام، وده لأنه في مرة جاله راجل بيشتكي إن في حرامي سرق الفراخ بتاعته وعايز سيدنا سليمان يرجعها له. تفتكروا سيدنا سليمان هيعرف الحرامي ازاي؟ ربنا ألهمه بفكرة إنه يجمع أهل البلد كلهم في ساحة كبيرة ويقول لهم إن الراجل ده الفرخة بتاعته اتسرقت والحرامي موجود بينا دلوقتي، وأحسن له إن هو يعترف من نفسه علشان أخفف عنه العقوبة. فطبعا الناس سألت سيدنا سليمان: هو أنت تعرف الحرامي ده؟ قال لهم: أيوة أنا أعرفه. قالوا له: هو مين؟ قال لهم: على راسه ريشة مطرح الفرخة اللي سرقها. قام واحد من الموجودين بشكل تلقائي جدا حط ايده على راسه علشان يشوف هي عليها ريشة ولا لا. فطبعا الناس عرفت هو ده الحرامي فقبضوا عليه واخد جزاؤه. خلي بالك على راسك ريشة.